كده داخلين متحف القوات الجويه. بصوا المنظر عامل ازاي، واو. كده قطعنا التذاكر وهيكون في مرشد علشان يدخلنا القاعات بالترتيب. خلنا كده الصاله المغطاه وهي فيها 3 قاعات، قاعه المجد فيها سينما، قاعه الشهداء فيها صور، قاعه الطياره ودي ممتعه جدا بس اختياريه لانها بفلوس. اول حاجه هندخلها سينما قاعه المجد. بعد ان افقدت العدو توازنه لتدمر اهدافها في وقت واحد. في مقاتل لتقتحم قناه السويس مرددا الذي أدهش العالم أجمع. لتدعم أعمال قوات المشاة في تحقيق مهامها. في الساعة 3:15 من يوم 14 ندخل بقى قاعة الشهداء فيها كل صور الشهداء ومعلومات عنهم من ساعة حرب أكتوبر لغاية دلوقتي. احنا في جولة لعرض مجسمات الطيارات الحربية ولبس ضباط البحرية والقادة من ساعة الحرب لغاية دلوقتي. نوع الطيارة دي بكرسي باراشوت. الكرسي ده لما بينزل تحتيه شنطة إسعافات أولية، دي كل محتوياتها. بصوا على الكرسي كده عشان الجندي لما ينزل يسعف نفسه لو مفيش حد موجود حواليه. ده كده مجسم لصيانة الطيارة واللي عليها دول مش ناس حقيقية، ودي غرفة خطط الحرب. هنا طبعا شرح معلومات عن الهبوط بالباراشوت. مستودع قنابل فيه 202 قنبلة بتتحدف على المدرعات والأفراد بره. قطع من مخلفات الطيارات ساعة الحرب. فكرة معانا مرشد في كل مكان بيشرح لنا كل حاجة. ده كده مجسم لغرفة القادة أثناء الحرب. دلوقتي قاعة الطيارة سعر دخول الفرد فيها 20 جنيه. هتحسي انك في طيارة بجد، بطلوعها ونزولها، حتى الاهتزاز ما بين السحاب بجد روعة. وهنلف بيها مصر، مدن مصر كلها. والتي نحلق خلالها في سماء مدن مصر الرئيسية وأرض القاهرة، أطول أنهار الأرض برافدين النيل الأزرق والأبيض. ويقع على ضفاف نهر النيل في القاهرة معالم كثيرة، منها دار الأوبرا المصرية وإلى أهرامات جيزة، آخر عجائب الدنيا السبع القديمة وأشهرها على الإطلاق، وهم هرم خوفو وخفرع ومنكورة. ثم نحلق إلى عروس البحر المتوسط الإسكندرية، وأول ما نلتقي منها قلعة قايتباي، والتي شيدها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي. البحر المتوسط كورنيش الإسكندرية، والذي يعتبر مزارا سياحيا في حد ذاته. وعلى شاطئ الإسكندرية نرى الصرح القديم الجديد، مكتبة الإسكندرية، والتي شيدت أول مرة في عهد خلفاء الإسكندر الأكبر، لتصبح منارة جديدة للعلم ومركزا ثقافيا وسياحيا كبيرا من الإسكندرية. وهي شريان التجارة العالمي الرئيسي، حيث ينقل عبرها 16% من صادرات الرقم طوال العالم، كما أنه تجري بها توسعات دائما لتستوعب الناقلات العملاقة. وأول ما نلتقي به في قناة السويس هو مبنى الإرشاد، والذي يعتبر قلب وعقل قناة السويس، ميناء بورسعيد. وفي المقدمة
نرى كوبري السلام، وهو أول جسر معلق فوق قناة السويس، ويستوعب ما يقرب من 50,000 سيارة يوميا، وهو ثاني أهم وسيلة نقل لعبور القناة بعد 12 ساعة إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى مشروعات صناعية ولوجستية لامتداد القناة. إنها بحق كما قيل عنها هدية الدنيا مصر لكل الدنيا، إذ أنها تمثل دفعة قوية لحركة الملاحة البحرية في حرب أكتوبر عام 1973، وهي واحدة من 20 نقطة تم الاستيلاء عليها بامتداد خط بارليف في واحدة من أروع حروب القتال المصرية. ثم إلى أرض الفيروز، أرض الديانات ومرتحل الأنبياء. إلى دير سانت كاترين الذي يتوسط هذا المشهد. كما يوجد بالمنطقة أيضا محمية طبيعية تحتوي على عدد من الزواحف والنباتات النادرة. واحدة من أهم المراكز السياحية العالمية. معبد الأقصر، ومن خلفه طريق الكباش الذي تم إحياؤه من جديد. الذي تقام به حفلات الصوت والضوء بمختلف اللغات العالمية. كما تشتهر مدينة الأقصر أيضا بالرحلات النيلية والفنادق العائمة على صفحات النيل العظيم. تم نقل معبد أبو سمبل لموقع جديد أعلى الموقع الأصلي ب60 مترا، في واحدة من أعقل وأكبر مشروعات نقل الآثار والأبنية بالعالم. رحلتنا من الانتهاء، حيث تهبط الطائرة في قاعدة أضماد الجوية. راجينا أن تكونوا قد استمتعتم برحلتنا إلى معالم مصر السياحية، وشكرا لكم. مع المتحف خطوة بخطوة كده طالعين المكتبة الصغيرة ومشتريات، وكده مشتريات داخل المتحف. في مجات، في قصص للأطفال، في البازل اهو، كبات وميداليات. دي كده مجسمات الطيارات على أشكال صغيرة وهم اللي مصممينها، بصراحة روعة. كده خرجنا من الصالة المغطاة متجهين للهليكوبتر. ضربة وحشة يا نور. واو واو واو، دي ب45 جنيه بازل، وهم كمان بيركبوها لنا، يعني بصراحة برافو عليهم، ناس ذوق جدا. ودي اهي 65 بس فظيعة جميلة جدا، يعني الأطفال بصراحة يحبوا الحاجات هنا قوي. وادي الميداليات، طيارات جميلة ب20 جنيه ميدالية. هتدخل الطيارة هليكوبتر حقيقية، سعر دخول الطيارة 10 جنيه، وتحضر سينما قصيرة مدتها 9 دقايق جوه الطيارة، وبعدين تخش كابينة الطيارة وتقعد تسوق الطيارة بنفسك. دخلنا كده الهليكوبتر من جوه، وانا قاعدة جنب النافذة بتفرج، ودلوقتي الكابتن الطيار هيدخل ويشرح لنا كل المعلومات اللازمة عن الطيارة، كل حاجة عنها. النص نفتح يمين وشمال عشان المظلات ينط منه. الخامس عندنا ورا هنا. نفتح يمين وشمال عشان المظلات تخش هنا. ده كابينة الطيارة بتتكون 5 أفراد، طيار، مساعد طيار، ملاح، مهندس. وفي النص بنضحي بعسكري زينا كده، في النص عشان يضرب ده بيشيل 90 جندي، 65 مظلي ومدرع عتيفي.
طول الطياره 33 متر، ارتفاع 9 متر، قطر المروحه 35 متر. هنتفرج دلوقتي على فيديو لفريق اسمه سيلفستر تيم، ده بيعملوا عرض بالطياره الكريجيت اللي حضرتك شفتوها بره، واللي بيطيروا بالطيارات ديت بمدربين الكليه الجويه. يا رب الفيديو يعجبكم. شكرا. هي هتنزل تحت. تعالى بص 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 خلصنا عرض السينما وداخلين الكابينه نشوفها واحده واحده. الطياره دي حقيقيه اهي. استني هقعد معاك اسوقها. استني يلا النور شغال واطلعي بينا. يلا العدادات يلا هحرك انا وانت تحركي بينا يا نور. حركي الفتيس. ايوه يلا طالعين بقى من الطيارة. في 2 ورا، كرسيين ورا. الطيارة اتجاهين. شغلتي الطيارة كلها، كل الزراير بتتحرك. ايوه ادخلي انزلي هنا مكان بقى ما بيحدفوا الصواريخ تقريبا. انا ممكن اقع بقى في الصاروخ. ما انت هتقعي. في حديد بس. نازلين من الطيارة اهو. الطيران اهو كله. بنتي بتقف هنا في الزاوية بتاعتك. الطيارات كلها الحقيقية. دلوقتي ميعاد الجولة الحرة داخل المتحف عشان نعرف فيها أنواع الطيارات وكل المعلومات اللازمة عن كل طيارة. طبعا في مرشد بيشرح كل المعلومات دي ومعاه جروب. حابب تنضم للجروب طبعا بيبقى أفضل. احنا اخترنا نبقى مع نفسنا بس الجروب طبعا أحسن. بيحطوا طبعا جوه الطيارة تمثال بالفعل أكن الطيار بيسوقها. وعلى كل طيارة في طبعا معلومات كافية عنها. من السخوي 7 بالرغم من كده السخوي 17 ما شاركتش في حرب اكتوبر، ده لان في نفس الفتره اللي احنا جبنا فيها السخوي 17 جبنا فيها السخوي 20. الطياره دي كبيره جدا. طبعا المرشد السياحي اللي كان بيشرح بس وقتنا ما كانش كافي وهم بياخدوا وقت طبعا اكبر في الشرح. بصراحه ما كنتش متخيله حجم الطيارات هنا، كل اشكال الطيارات. بص حجم الطياره قد ايه. طيارات الهليكوبتر الصغيره من الصغير للكبير. منظر جمالي رائع، الخضره هنا روعه والمكان نضيف جدا جدا فوق الوصف. عاملين شكل بجع هنا روعه، تعتبرها يعني خروجة حديقه. بصي الزهر في كل مكان والاشجار وفي قعدات في كل مكان.
جميلة، روعة روعة روعة، والحمام بقى طاير في كل مكان، بصراحة روعة. كافيتيريا هنا فيها الأسعار رخيصة جدا، وفي ملاهي أطفال هنا، في قعدات زي كده قدام الكافيتيريا والملاهي. دخلنا كده ركن ملاهي الأطفال، الركن ده مجاني، هنشوف ايه الألعاب الموجودة فيه. دي النطاطة نوت 30 جنيه السينيمتر، بس اللي بيدوخ ما انصحوش يدخل، تتهز جامد جدا اكنك عايش الواقع. هنا السينمات، سينما بجد. انا استمتعت جدا بالفسحه دي، ما كنتش متوقعه ابدا انها بالجمال ده. باي باي، واشوفكم في فسحه جديده.